ازيكم يا بنات؟ النهارده هنتكلم عن مشكله بتواجهنا كلنا من وقت للتاني، وهي مشكله الكسل والخمول. بما اننا كده في فتره امتحانات فعايزين حاجه بقى تحفزنا كده. مشكله ان احنا كسولين جدا الايام دي، فهقولك على خطوات بسيطه وفعاله هتخليكي مليانه طاقه ونشاط. فيلا بينا نبدا. 1. اعرفي السبب. اول حاجه محتاجه تعمليها انك تسالي نفسك ايه السبب اللي مخليني كسلانه. هل انا مش بنام كويس، ولا اكلي مش صحي، ولا انا زهقانه ومش عارفه اعمل ايه؟ لما تعرفي السبب هيبقى سهل جدا تعالجيه. 2. حطي روتين ليومك. لو يومك عشوائي طبيعي تحسي بالخمول. جربي تعملي جدول بسيط، اصحي بدري شويه، حددي وقت للاكل والشغل او المذاكره، خدي وقت لنفسك سواء للراحه او حاجه بتحبي تعمليها. 3. اتحركي شويه. مش شرط عشان تتحركي تعملي تمارين صعبة، لا ده انت حتى لو مشيتي في البيت شوية او عملتي تمارين بسيطة زي الاطالات، الحركات دي بتنشط جسمك وبتزود الطاقة عندك بشكل كبير. 4. ركزي على اكلك. الاكل بيفرق كتير. قللي من السكريات والدهون اللي بتسبب كسل، وزودي من الفواكه والخضار والحاجات اللي بتديكي طاقة زي الشوفان والمكسرات. 5. شرب المية ده اساسي. لو مش بتشربي مية كفاية هتحسي انك تعبانة وكسلانة طول الوقت، فخلي معاكي دايما ازازة مية واشربي مية طول اليوم. 6. اتجنبي الموبايل اول ما تصحي. اكتر حاجة بتضيع الوقت والطاقة انك تمسكي الموبايل اول ما تصحي. استغلي الوقت ده في حاجة مفيدة زي ترتيب سريرك او عمل مشروب دافي. في الاخر كلنا بنمر بفترات كسل وده طبيعي. المهم انك تحاولي تطبقي الخطوات دي واحدة واحدة وهتلاقي فرق كبير ان شاء الله في نشاطك. وكمان لو عندكم افكار اكتبوها لي في التعليقات. متنسوش تعملوا لايك سبسكرايب للقناة عشان توصلوا من كل فيديوهاتي الجديدة. اشوفكم في فيديو جديد حلوين. وي انيو.